صباح الفل، صباح الياسمين، صباحكم مشرق بنور الله. احلى اخوات في الدنيا، احلى اخوات في الدنيا. يلا بقى نبدا ونشوف هنعمل ايه النهارده. الاولاد قالوا ايه؟ عايزين ناكل يا ماما اكله حلوه كده. قلت لهم عينيا الاتنين، هعمل لكم اكله ملهاش حل. يلا بقى نسمي بالله ونخش نشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا بقى يا حلوين نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه بقى النهارده. هنطشطش باللحمه. جبت بقى ايه كيلو لحمه كده حلو كده ملبس، يعني ولا احمر قوي ولا يعني، هو كان ملبس كده، حته من الريشه حته حلوه كده. المهم رحت نازله عليها، حطيت البوتاجاز الكهرباء ورحت حاطه الحله، ورحت نازله على ايه، على الحله بشويه بحته شويه سمنه، ورحت نازله عليهم زي ما انتم شايفين ايه باللحمه. بقت تطشطش كده. وعملت لها ايه بقى يا حلوين، عملت لها بقى ايه بصلايه قعدت اقلب فيها الاول، انا عايزه اديها تشويحه عشان تحمر معايا، عشان انا عايزه لونها احمر. المهم ايه، قعدت اقلب فيها وجبت جزرايه وجبت بصلايه وجبت طماطمايه حلوه انت وهي، وفصين توم وقرن فلفل احمر. كل ده ورحت نازله على قلب ايه، على قلب اللحمه بتاعتي. عشان ايه؟ التوابل بتاعتي كبابه صيني وكبابه صيني وفلفل اسود وكمون وعود قرفه. تمام، وعود لورا. ركزوا معايا يا حلوين. ورحت نازله بالتوابل برده زمان كله على بعضه، وقعدت اقلب فيها لحد ما ادتني اللون الاحمر كده واتشوحت، وخليتها ايه ريحتها كانت قلبه الدنيا. ورحت جايبه بقى الميه المغليه، بصوا رحت نازله على قلبها، بقت تبقبق تبقبق. بس بصراحه بعد ما خلصت كده لقيت الحله كانت صغيره. الحله بتاعتي طلعت صغيره على ايه، على اللحمه اللي انا حطيتها. رحت جايه ايه نقلها في حله تانية وسبتها على البوتاجاز الناحيه التانية، ورحت جايباها تاني معايا هي نفس الحله. ورحت حاطه شويه زيت، ورحت نازله بحته ليا كده بنت ناس، عشان هنعمل دلوقتي حته اكله مش قادره اقول لكم بقى. هي اصلا اساسها الليا، بتوديها في حته تانية خالص. ورحت جايبه بصلايه كده بنت ناس، كتري كتري يا حبيبه اختك وبلاش تستخسري. ورحت جايبه بصلايه وخرطتها على قلبي، على قلب الليا وعلى شويه الزيت. وهقول لكم بقى احط دلوقتي مكون هيخلي الباميه دي اللي انا هعملها، هعمل باميه يا حلوين، هيودي الباميه دي في حته تانية. اللي هو ايه، اللي هو الدقه بتاعه التوم والفلفل الحار. ده انا عاملاها دقه كده بالفلفل الحار والثوم. رحت واخده معلقه منها ورحت نازله على قلب ايه، على قلب اللية والبصله بتاعتي، حمرتها في قلبهم وادتني الريحه المظبوطه. ورحت نازله عليها بالطماطم. المهم ايه، كان عندي شويه ترمس كده طبعا ايه، قلت اغسلهم وعينهم في كسرونه صغيره كده بدل ما الطبق ده كبير واخد مساحه معايا. المهم رحت غاسله شويه الترمس وحطهم في قلب الكسرونه اللي انتوا شايفينها دي. ورحت جايه ايه عينيه، وكان عندي طبقين كده في المواعين في الحوض. قلت اغسلهم بقى عشان ما يبقاش الحته مدربجه كده حواليكي، ويبقى بالك رايق كده وتقفي تطبخي بمزاج وتركزي. ركزي يا حلوه انت وهي. كل سنه وانتم طيبين وبعد عليكم الايام بخير يا احلى اخوات في الدنيا. تسلموا لي وتسلم مشاهداتكم وتسلم لايكاتكم، ربنا يخليكم ليا. واوعي يا حبيبه قلبي تنسيني بالفيديو بالله عليكم. لو عجبكم الفيديو، ان عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك واكتبوا له وتشيروا لي الفيديو بالله عليكم يا حبايب قلبي، ربنا يخليكم ليا. وكل اللي يشوف شهرزاد يعمل لها اشتراك عشان يوصل له كل جديد منها. المهم طبعا كده انا خلصت المواعين بتاعتي ورحت راجعه تاني ايه للاكل بتاعي. زي ما انتم شايفين كده يا حلوين، جبت الباميه ورحت نازله عليها قلب الصلصه بتاعتي، كانت اتسبكت وكانت بقت تمام التمام. تمام. ورحت مقلباها في قلب الصلصه. طبعا الصلصه بتاعتنا دي عاملاها للباميه اللي هي كنت عاملاها بالليه. ركزي معايا ها. وجبت بقى الكبه بتاعتي ورحت حاطه فيها الملوخيه. كنت انا جايبه كده ربطتين ملوخيه وغسلاهم غسله حلوه كده، وكنت ربطاهم في كيسه وحطاهم في التلاجة. الكلام ده من يومين. تمام. رحت جايباهم دلوقتي حطاهم في قلب الكبه، بس طبعا مش في الفريزر، في التلاجة كده ايه، كانت تحت يعني كانت عاديه طريه كده ما كانتش متلجه. المهم ايه، رحت جايبه الكبه بتاعتي، فرمت الملوخيه زي ما انتم شايفين، خليتها ناعمه حرير، ما خليتش فيها حته قد كده حتى مفتفتها. المهم طبعا بقى ايه، خلصت كده ورحت جايبه حله وقلت اعمل شويه رز كده على السريع بشويه شعريه كده. واصل احنا بصراحه عندنا الاولاد بيحبوا الرز بالشعريه قوي. رحت جايبه كيس الشعريه بتاعي ورحت جايه ايه بقى، قلت افضي منه حوالي نصه عشان هحمرها ونعمل شويه رز مع بعض كده يا حلوين.
لان احنا بصراحه بنحب رز قوي بشعريه. المهم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو وصلتي معايا بقى لحد هنا يا حلوه انت وهي، تقول لي بتتابعوني من انهي بلد، وتكتبوا لي كومنت حلو كده وتشجعوني وتقولي لي تسلم ايديك يا احلى شهرزاد. تمام. المهم خلصنا الرز وجبنا الميه سقيناه. علشان ايه؟ مش عارفه انا الكحه والشرقه مسكاني ليه، ممكن يكون حد بيجيب في سيرتي، الله اعلم. المهم خلصت الرز بتاعي وركنته، وجبت الدقيه الصغننه المنمنمه اللي انتوا شايفينها دي، ورحت حاطه فيها شويه شوربه. بس انا طبعا لازم انا اصفي الشوربه بتاعتي عشان جواها الخضار اللي هي بتاعت اللحمه. ركزوا معايا. ورحت جايبه معلقه توم كده محترمه، ورحت حطها على قلب الشوربه بتاعتي عشان هنعمل ايه؟ هنعمل ملوخيه يا حلوين. وهقول لكم هجيب ايه تاني دلوقتي. اللحمه بتاعتي هطلعها من قلب الشوربه. تمام. طلعت اللحمه بقى ايه، زي ما انتم شايفين اللحمه تحس انها محمره شويه. ليه بقى؟ لان انا حمرتها قبل ايه، قبل ما تستوي. لما حمرتها الاول في السمنه اللي انا حطيتها، وبعد كده رحت حاطه عليها الماء المغليه، فهي اللي اديكوا اللون المحمر شويه ده. انا كنت اصلا عايزاها اللون ده. المهم ايه، بوريكم طبعا الشكل بتاع اللحمه النهائي. وكانت التومه بتاعتي استوت في قلب الشوربه، رجعت لها تاني بالملوخيه ونزلت عليها اديتها غلوه كده. بس كانت الملوخيه ايه، مش قادره اقول لكم، والله العظيم طعمها كان تحفه. ورحت جايبه ايه، السمنه اصلا سايحه خالص لان الجو حر زي ما انتم عارفين. رحت جايبه يجي 4 معالق سمنه كده، ورحت نازله بيهم على الطاسه الصغيره دي. ومعلقه التوم بقى اللي فاضت معانا رحت حاطاها بقى محمراها. وجبت ايه بقى، عفوا مش عارفه الكحه مسكاني ليه. المهم جبت التومه، حمرتها زي ما انتم شايفين، ونزلت على قلبها بمعلقه كزبره، ورحت جايه طشاها في قلب الملوخيه. وكده ايه، خلصت كده يا حبايب قلبي الاكل بتاعي. والاكل كان بوم البوم، والله ما قادره اقول لكم كانت ريحته عامله ازاي. يا خرابي في قلبك يا قلب اختك، الاكل كان تحفه. بص الباميه كانت عامله ازاي، ولا صيصه بقى ولا الكلام ده. الصلصه بتاعتها مظبوطه، والايدام مظبوط، وكل حاجه مظبوطه. المهم رحت جايه بقى ايه، غرفت الاكل زي ما انتم شايفين. وايه بقى، مش قادره اقول لكم بقى، كانوا عاملين يقولوا لي يا ماما يا ماما احنا خلاص الاكل ريحته خلاص جننتنا. كنت بصراحه عايزه اصور لكم احنا قاعدين ناكل، بس ايه، بس ما جاش بقى ايه الوقت. قلت لا يلا خلينا نتغدى عشان كنا جعانين جدا. وخلاص غرفت الملوخيه وغرفت الرز. مش عارفه مالي كده، مش عارفه مالك يا شهرزاد، ركزي. انا الكحه هتموتني، الكحه والشرقه هتموتني. المهم ده شكل اكل النهائي يا حلوه انت وهي. وعايزاكي تخشي بقى تعملي لايك لو الفيديو عجبك، تخشي تعملي لايك واكسبلور وتشيري الفيديو.